هذه مطالب سكان إيت بوغماز التي دفعتهم لمسيرة احتجاجية صوب بني ملال. قبل الخوض في التفاصيل، المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم جديد الأخبار العالمية والمحلية. خرج العشرات من سكان دواوير جامعة تابانت بمنطقة إيت بوغماز في مسيرة احتجاجية مشيا على الأقدام في اتجاه مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، احتجاجا على ما وصفوه بالإقصاء والتهميش الذي تعاني منه المنطقة منذ سنوات، وتعبيرا عن مطالب اجتماعية وتنموية ما تزال عالقة. ورفع المشاركون في المسيرة التي اختير لها شعار طريق المعاناة نحو الكرامة شعارات تطالب بفك العزلة عن المنطقة وتحقيق العدالة المجالية، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية والخدمات الصحية والتعليمية. وقد قطع المحتجون كيلومترات طويلة عبر تضاريس جبلية وعرة وتحت حرارة الشمس، في خطوة تصعيدية جاءت بعد سلسلة من المراسلات واللقاءات مع السلطة المحلية، كان آخرها مع رئيس جامعة تابانت دون التوصل لأي حلول ملموسة. ويطالب المحتجون بإصلاح الطريق الرابطة بين مركز تابانت ودواوير أيت بوغماز، والتي يصفها السكان بشريان الحياة للمنطقة، مؤكدين أن وضعيتها المتدهورة تعرقل تنقل التلاميذ والمرضى وتؤثر سلبا على الحياة اليومية للسكان. كما نددت الساكنة بما أسمته شروطا مجحفة وتعقيدات إدارية تعرقل الحصول على رخص البناء في منطقة جبلية تفتقر لتخطيط عمراني ملائم، داعين إلى إعادة إطلاق مشاريع متوقفة وتعزيز الخدمات الأساسية في التعليم والصحة. وقد لقيت هذه المسيرة تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد من النشطاء والفاعلين الجمعويين عن تضامنهم مع مطالب الساكنة، مطالبين السلطات الجهوية والمركزية بالتدخل العاجل لتفادي ما وصفوه بالاحتقان الاجتماعي المتصاعد. وتجدر الإشارة إلى أن منطقة بوغماز رغم ما تزخر به من مؤهلات طبيعية وسياحية ما تزال تعاني من هشاشة البنية التحتية وغياب العدالة المجالية، وهو ما يشكل عائقا كبيرا أمام تنمية حقيقية بالمنطقة.